بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة هنعمل فيديو جديد إن شاء الله. هنعمل عجينة البيتزا مع بعض، والمقادير معلقة ونص من السكر، معلقة شاي صغيرة خالص من الملح، وعندنا ادي علبة زبادي جحينة، وادي برضو واحدة تاني من زبادي جحينة، و بيكنج باودر معلقتين، وكيس كامل من الخميرة الفورية اهي مكتوب عليها انجل، خميرة جافة فورية. هنحط الكيس كله طبعا. وعندنا دقيق، يعني دقيق من نوع كويس اهو. انا هستخدم كيلو دقيق، كيلو كامل، تمام. وطبعا عندنا لبن. اهو كيلو لبن، تمام. وطبعا عندي كمان زيت كريستال. انا هستخدم زيت كريستال، يعني هستخدم 3/4 كوباية من زيت الكريستال، تمام. هرجع لكم دلوقتي بعد ما احط كل المقادير دلوقتي. انا هنا على فكرة انا نسيت المية اهي. هتحطي على حسب ما انت عايزة. انا هنا اول حاجة هعملها هحط الكيس الخميرة اهو، انا حطيته كله كده، تمام. وكمان هحط معلقتين بتقديرك انتي، معلقتين البيكنج باودر اهو كده. معلقتين البيكنج باودر بتاعتي هي ما يعادل كيس البيكنج باودر كله انت هتحطيه. هما يجوا معلقتين، يعني هما كده ايه، يجوا معلقتين مع ايه، مع نفسهم. هحط ايه بقى تاني؟ ابتدي احط الميه كده اهو، وميه تكون دافيه، يعني ميه تكون دافيه مش ساقعه، لا هي دافيه كده زي دمعه العين انا حطيتها، تمام. انا هقول لبنتي طبعا تروح تجيب معلقه، لاني انا نسيت المعلقه. معلش حبيبتي هاتي معلقه من الدرج. انت شايفه الشكل اللي بيحصل انه الخميره مع البيكنج باودر مع السكر والملح بيتفاعلوا مع بعض. يعني انا بحاول ادوبهم في بعض مع بعض كده لغايه ما تيجي ايه المعلقه، اول ما تيجي المعلقه ان شاء الله ابتدي ادوبهم مع بعض وهيدوبوا، وهنبتدي نحط الاضافات التانية اللي احنا هنحطها. انا هنا يا جماعه دوبت يعني انا معلش يعني في الفاصل دوبت المكونات دي كلها بالمعلقه اهو، بدوبها تاني قدامكم اهو. انا بدوبها تاني، اشوفها يعني هدوب تاني عشان هو اصلا لازم كل الحاجات اللي انا حطيتها دي تدوب مع الميه، لازم عشان العجينه تبقى حلوه لازم تدوب مع الميه. انا كان ممكن احطهم في عجان وخلاص واعملهم واريح دماغي، بس انا لا، انا عايزه اعلم سنه اولى مطبخ الحاجات بتاعه البيتزا، الطريقه بتاعه البيتزا اللي مش عارف يعملها
اهي، على ما اعتقد ان هي خلاص كده ايه اهي دابت خالص. شايفه انا بفضل ادوب لغايه ما ايه ما تدوب. لو انت شاكه ان مفيش حاجه دابت دوبي تاني اهو كده ايه اهو خلاص كده هي دابت تمام. هبتدي بقى احط ايه، احط الدقيق. احط ايه الدقيق الكميه اللي انت عايزاها. انت مش عايزه تعملي كيلو براحتك، ممكن يا حبيبتي تطفي المروحه، اطفي المروحه، اطفي المروحه عشان الدقيق ما يطيرش يا حبيبتي. فانت لو مش عايزه تعملي كيلو كامل براحتك، انت مش عايزه كيلو كامل براحتك، انت براحتك. لكن انا هعمل كيلو كامل عشان انا عايزه اعمل حاجه كبيره شويه او كميه كبيره. تمام. انا هعجن ده وهرجع لكم تاني. اهو يا جماعه انا كده ايه عجنتها. هبتدي ايه احط علبتين الزبادي عليها اهو. بصوا بقى الناس اللي بتقرف من الايد يا حبيبتي، انا ما بحبش اعمل غير بايدي. والله انا ما بحبش اعجن غير بايدي. انت بقى عايزه تعجنيها بحاجه براحتك. اهو كده انا ايه بعجن اهو تمام. كده انا حطيت زبادي. في ناس بتعملها بزبادي بس. طيب ايه رايك انا هعملها بزبادي بس المره دي، ومش هعملها بلبن عشان انا شايفه العجينه طريه. انا كده فاضل احط ايه، احط 3/4 الزيت اهو. انا حطيت 3/4 الزيت. هعجنها واخلصها وبعدين هوريها لكم. بصوا يا جماعه انا عجنتها وهي كده يعني تمام. هشتغل فيها وهي هتختمر في الصواني. بعد ما افردها في الصواني هوريها لكم. انا كده ده بعد العجين اللي عجنته تمام. انا كده يا جماعه خلاص خلصت اهو. شايفين اتفردت قد ايه واختمرت وانا بفردها اهو. شايفين اهي كانت صغيره على فكره دي ووريتها لكم. شايفين اختمرت قد ايه وملت الصينيه وانا بفردها بايدي. والتانيه ما شاء الله اللهم بارك. شايفين يا جماعه شايفين اهو اختمرت خلاص وبقيت حلوه تمام. وهنبتدي نعمل الحشو ان شاء الله. وهنبتدي بعد ما نخلص الحشوه هنبتدي نحطها ونصورها لكم. ايه رايكم يا جماعه؟ ادي اول صينيه كبيره اهي، ودي الصينيه الصغيره. شايفين شكلها؟ شايفينها عاليه قد ايه اهو. شايفين يا جماعه؟ شايفين العلو بتاعها قد ايه؟ اللهم بارك. يعني حاجه حلوه قوي اهو. اوريكم حته تانية اهو. شايفين؟ اظن كده مفيش احسن من كده. الصينيه الاولانيه على فكره يعني الحمد لله يعني من حلاوتها فاتاكلت سخنه. ودول اللي قعدوا انا حبيت اوريها لكم. معلش انا المقطع اللي حشيت فيه وحطيت فيه الحاجات دي معرفش، مش عارفه راح فين، اتمسح او راح فين. فانا يعني سويتهم في الفرن بعد ما عملت الحاجات دي وطلعتهم. حبيت اوريكم شكلها بعد ايه ما طلعت من الفرن.
وبكده نكون خلصنا يا جماعة الفيديو بتاعنا، واشوفكم بخير في فيديو جديد ان شاء الله، ومع السلامة، وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة قرب عيد الأضحى المبارك. كل سنة وانتم طيبين ومع ألف سلامة.